بعد وفاة والده وهو في سن التاسعة، بدأ الشيخ الصغير يتعلم القرآن الكريم علشان يكمل حفظه. تعرض للحسد منذ صغره وفقد بصره بعد عدم العلاج الصحيح لحالته. ورغم إن صوته العذب كان مفتاح لشهرته، إلا إنه فقده برضه بعد إصابته بالمرض الخبيث في الحنجرة. الشيخ الصغير هو محمد رفعت ابن محمود رفعت، الضابط في البوليس اللي ترقى من درجة جندي لغاية ما وصل لرتبة ضابط. الشيخ رفعت أتم وصية والده بحفظ القرآن الكريم كاملا وأتقنه حتى ذاع صيته، لكن المقادير ادخرت له ابتلاءات عظيمة جدا. تعال نرجع بالزمن لورا مع بعض ونعرف ايه هي قصة الشيخ محمد رفعت الملقب بقيصارة السماء، وتاريخه وحياته المليئة بالدراما وقصته الغريبة جدا مع الفنان القبطي الموهوب نجيب الريحاني. أنا محمد فرج جاي لك من الزمن اللي كان، وانتوا دلوقتي معانا في حياة زمان. مصر عاشت في النص الأول من القرن العشرين دولة تلاوة القرآن الكريم، ولا زالت أصوات شيوخها الكبار عايشة لحد النهاردة. ورغم إن كل قارئ لكتاب الله له صوت مميز مختلف عن غيره من كبار القراء، إلا إن الشيخ محمد رفعت كان له طابع خاص، وده من روعة صوته. لقب بالعديد من الألقاب، منها قيصارة السماء والصوت الذهبي والصوت الملائكي والقيصارة الإلهية، ومزمار من مزامير آل داود عليه السلام، وصوت من الجنة. نشأ الشيخ رفعت بضرب الأغوات بحي المغربلين. اتولد مبصر لمدة 2 سنين، وبعدين قضى بقيت عمره كفيف بعد إصابته بالرمد. ويقال إنه تعرض للحسد من إحدى الجيران من جمال عيونه وقتها. قرر والده إرساله لمكتب تحفيظ القرآن الكريم وتجويده. المكتب كان اسمه بشتك أو بشتك بضرب الجماميز، وده كان قدام مسجد فاضل باشا في شارع بورسعيد. أتم الشيخ رفعت ربع القرآن الكريم على يد والده وشيوخ مكتب التحفيظ، ثم تعلم بقية كتاب الله حفظا وتجويدا على يد الشيخ محمد حميدة في الكتاب والشيخ الجليل عبد الفتاح هنيدي. طب شعبية الشيخ رفعت جت منين؟ بعد ما توفى والده مأمور اسم الخليفة في الفترة دي، لقى الفتى عائلا لأسرته، ورغم كده متمسك بالقرآن الكريم، وفضل مستمر في الترتيل كل يوم خميس في المسجد لحد ما تم تعيينه في سن 15 قارئا ليوم الجمعة، فزاع صيته أكتر. زادت شعبية القارئ، فاتسعت دائرة صداقاته وعلاقاته، شملت الملوك والأمراء والرؤساء، وكان بيتم دعوته رسميا للدول العربية والإسلامية لإحياء مئات الحفلات والمناسبات الدينية. وكان له نصيب كبير جدا من الأموال والهدايا، لكنه في نفس الوقت كان بينفق الكثير على فعل الخير وأعمال البر والتقوى. لم يدخر الشيخ رفعت شيء لأيام الضجر والمرض، واستمر يواصل عطاؤه بسخاء وكرم. وأدرك الشيخ رفعت مبكرا أهمية الدراسة الموسيقية، فدرس مقامات النغم الشرقي وأخذ ينهل من الموسيقى الغربية. أنصت لأعمال بيتهوفن وموزارت وفاغنر، ووظف هذه الدراية بصوت المعجز لخدمة آيات القرآن. طب إيه قصة مقاهي الشيخ رفعت اللي اتسمت على اسمه؟ أقول لك يا سعادة البيه، سنة 1934 كانت فارقة جدا في حياة الشيخ رفعت، وده لما أطلقت الحكومة أول إذاعة رسمية مصرية، وكان الشيخ الجليل أول صوت ينطلق منها مرتلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتعاقدت الإذاعة مع الشيخ رفعت لتلاوة القرآن الكريم مرتين في الأسبوع، مساء الاثنين والجمعة، لمدة 45 دقيقة مقابل 5 جنيه عن كل تلاوة. كمان كان صوت الشيخ رفعت كان سبب في الإقبال على شراء أجهزة الراديو وازدحام المقاهي وبيوت الأعيان بالرواد. وعرفت القاهرة للمرة الأولى بمقاهي الشيخ رفعت، واللي فرضت على روادها نظام صارم وقت بث التلاوة على الهواء. ما كانش مسموح فيها بألعاب الورق أو الطاولة أو عمل أي دوشة وصوت عالي وقت التلاوة. كمان كان عمالها بيتوقفوا تماما عن تلبية رغبات الزبائن في الوقت ده. مش بس كده، صوت الشيخ رفعت وصل لآفاق أوسع، وده لما طلبت منه هيئة الإذاعة البريطانية إنه يسجل لها تلاوات خاصة بيها، واختارت سورة مريم تحديدا
ليتلوها الشيخ، وده في تعاقده الأول معاها. وساعتها قدرت هي نفسها أجره عن تلاوة نص ساعة بس بمبلغ 50 جنيه، مع منحه 5 جنيه عن كل مرة تبث فيها التسجيل للمستمعين. طب مش ناوي تقول لنا إيه علاقة نجيب الريحاني بالشيخ رفعت؟ حفيدة الشيخ رفعت أكدت إن الفنان نجيب الريحاني كان بيبكي عندما يستمع إلى القرآن بصوت جدها، وكان يحرص ألا يفتتح ستارة المسرح ويبدأ عرض مسرحياته إلا بعد أن يستمع إلى تلاوة القرآن بصوت الشيخ رفعت في الإذاعة. قالت كمان إن الريحاني كان متعود إنه يصطحب جدها في نزهة بالحنطور ليخفف عنه آلام المرض اللي داهم حنجرته وجعله يتوقف عن قراءة القرآن لمدة 8 سنوات قبل وفاته. اعتبرت إن اللي جه في مذكرات الريحاني عن جدها وإعجابه بصوته وبعظمة القرآن وحرصه على فهم معانيه شكوك حول إسلام الريحاني قبل وفاته، مؤكدة إن عشقه لصوت جدها كان سبب في عشقه للقرآن الكريم وسعيه لفهم معانيه. لكننا هنا بنأكد إن نجيب الريحاني كان حريص على قراءة الكتب السماوية كلها، ومفيش أي دليل يؤكد إنه اعتنق الإسلام قبل وفاته. جه في مذكرات الريحاني تحت عنوان نزهة الحنطور مع الشيخ رفعت إنه قال: لابد أن أعترف بفضل القرآن على تفكيري وطريقة عملي. من القرآن الكريم تعلمت الكتير، تعلمت الصبر والجلد والشجاعة والقسوة في الحق وحب الفقير والنزعة إلى حب الخير. وأضاف الريحاني في مذكراته: قرأت القرآن مترجما بالفرنسية، ثم اتصلت بالإمام المراغي شيخ الأزهر وقتها فسهل لي قراءته بالعربية، وأعطاني من أجل هذه الرسالة السامية الكثير، فمن القرآن تعلمت الكثير. وقال كمان: لما قريت القرآن مترجما بالفرنسية وبالعربية أردت أن أستمع إليه مرتلا، وكنت أستمع من حين لآخر للقرآن حتى استمعت ذات ليلة في منزل أحد الأصدقاء إلى تلاوة منه بصوت الشيخ محمد رفعت. ووصف عملاق الفن صوت الشيخ رفعت إنه كاد هذا الصوت ينساب إلى صدري حتى صممت على لقاء الشيخ بنفسه، وفعلا التقيت به أكثر من مرة وتصادقنا. أبدى الريحاني انبهاره بالشيخ رفعت وقال: الشيخ محمد رفعت غير صفته كقارئ معروف كان عالما كبيرا له العديد من الآراء في مختلف القضايا، أما صوته فهو الخلود بعينه، صوت له نبرات احتار في فهمها العلماء. وسألت عبد الوهاب يوما ما عن سر حلاوة هذا الصوت فقال: إنها منحة إلهية وعبقرية لن تتكرر بعد الآن. وقال إن لما كان الشيخ رفعت يقرأ القرآن في جامع صغير بشارع درب الجماميز كنت بروح هناك في العديد من أيام الجمعة عشان أسمع الصوت الخالد الحنون اللي هز كياني وقلب معنوياتي وجعلني أقدس هذه الحنجرة الغالية الخالدة المرهفة وهي ترتل أجمل المعاني وأرقها وأحلاها. وتصديقا على كلام حفيدة الشيخ رفعت، فالريحاني اعترف بالفعل إنه كان بيبكي لما بيسمع صوته وهو بيرتل القرآن، وكان على المسرح ما بيبدأش المسرحية أو ترفع الستارة حتى ينتهي الشيخ رفعت من القراءة في الإذاعة في توقيت افتتاح المسرحية، حتى إنه كتب العديد من المقالات حبا في الشيخ رفعت. قال الريحاني: كانت هناك هواية تربطني بالشيخ رفعت، فأنا وهو كنا بنحب ركوب الحنطور، وكنت أدعو كثيرا للتنزه في حنطوري، إن صوت الشيخ رفعت كما قال لي عبد الوهاب صوت من معدن خاص لن يجود به الزمن بعد ذلك. بلغ الشيخ رفعت ذروة المجد، لكن المقادير ادخرت له ابتلاء عظيم. في سنة 1942 بدأت معاناته مع مرض الفواق أو الزغطة، واللي كان عبارة عن سرطان أصاب حنجرته. قاوم الشيخ رفعت المرض واستمر في التلاوة سنة أو سنتين بالكتير بدون التوهج اللي كان عليه في القراءة، إلى أن سيطر عليه المرض وحرم الجماهير من صوته. الشيخ رفعت كان عطوف على الفقراء والمحتاجين، ولما أقعده المرض وأصاب حنجرته أراد كثير من الملوك والأمراء مساعدته، ولكنه رفض وقال مقولته الشهيرة: قارئ القرآن لا يهان. رحمة الله على كل من فارقونا، وعملهم الزاخر وعطاؤهم يضج الأرض بطيب الأثر.
احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على فيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. نشوفكم على خير.